أثبتت فيها السيادة المصرية من قبل العسكر الذين لا زالوا للأسف يسيطرون على الوضع إلى اليوم، ونأمل أن تنتهي هذه القصة بأقرب. مرت جماعة الإخوان المسلمين بمرحلتين. المرحلة الأولى بدأت مع مؤسس الجماعة حكم الجنة رحمه الله، حينما أعلن عن تأسيس الإخوان سنة 1928 التي أظهرت الإخوان قوة سياسية وعسكرية وتجمع قوي موجود على الساحة المصرية. أكل الإخوان المسلمون من عبد الناصر حينما وافقوا على الخطوات الاستبدادية التي قام بها عبد الناصر في البداية. أول الخطوات الاستبدادية كانت إلغاء الأحزاب، وطبعا عبد الناصر ألغى كل الأحزاب وأبقى الإخوان، لأن الإخوان ما كانوش حزب، أبقاهم لأن هم أيضا كانوا يقفوا إلى جواره، وكان عندهم النظام الخاص، والنظام الخاص كان نظاما مسلحا، لأن هم أيضا كانوا يقفوا إلى جواره، وكان عندهم النظام الخاص، والنظام الخاص كان نظاما مسلحا كان يخشى منه عبد الناصر، وكان النظام الخاص له القدرة على أن يقلب النظام ضد عبد الناصر، فأبقى الإخوان عبد الناصر